نحن في مرحلة انهيار. الانهيار شو؟ انهيار النظام العالمي. لما سقط الاتحاد السوفيتي سنة 89 سقط أحد عمادي النظام العالمي القائم على عمادين. سقط الاتحاد السوفيتي، ضل فيه الواحدية الأمريكية. كيف بدك تعمل قبيلة ومين بدك تحط قبيلة؟ وهل هناك واحد مثل السوفيت يقدر يقوم مقام السوفيت؟ مش من يتلاقى. لا يمر هذا لا في روسيا بوتين، ولا في الصين، ولا في اليابان، ولا في أي بلد بأوروبا. ما عندهم شي يكون عندهم في شيء كان يصير على أيام الثنائية. هو العالم الإسلامي. العالم الإسلامي كان يجرب يقرب عليه ويرجع يبعد عن روسيا، لأن في إلحاد. ما بيسترجي الإسلام يمشي مع الإلحاد. يقرب على أمريكا يرجع يبعد. ما بنسترجي نقرب على أمريكا لأنه أمريكا مشهورة أنها مع إسرائيل. فمن هون كان العالم الإسلامي خارج الاثنين، أن يكون الإسلام ويقوم مقام الاتحاد السوفيتي. وهذا يطرح دور الإسلام في القرن 21. وأنا بنقول لك من الآن وهذا التاريخ، القرن 21 سيكون قرن الإسلام بامتياز. وأنا بقول الإسلام بشكل عام، بس بقصد الإسلام السني، لأنه هو بشكل 85% من مسلمي العالم، في حين الشيعة بشكله 15%. فإذا الإسلام السني ليش؟ القاعدة الكبرى اللي تحتها بدي أحكي الآن معك اليوم هي التالية: إن الديموغرافيا هي التي تصنع التاريخ. إن الديموغرافيا هي التي تصنع التاريخ. وبما أن العالم الإسلامي يتطور ديموغرافيا بشكل متسارع أكثر من كل الشعوب ومن كل الديانات، وسيصبح الإسلام الديانة الأولى في العالم في هذا القرن، فيصبح الإسلام له الرأي الأساسي والأكبر. لما تجي الديموغرافيا هي الأساس، حط حد الاقتصاد، وقف العمود. شفت كيف؟ قرن 21 قلت لك هو قرن الإسلام. الديانة الإسلامية ستكون الديانة الأولى في العالم ديموغرافيا. بعدين خلينا نكفي الاقتصاد. ثلثي احتياط الطاقة في العالم موجودة في العالم الإسلامي. ثلثين يعني 65% من النفط والغاز في العالم موجودة في المنطقة الإسلامية. هذا بيعطيك الاقتصاد ليش بده يقوى. لما بيقوى الديموغرافيا الاقتصاد موجود حدا. ثالث شيء، القارة التي يوجد فيها الإسلام على خريطة الكرة الأرضية من المغرب إلى إندونيسيا بيسميها هنري كيسنجر قارة الوسط. من هون بيعتبر حاله انه امريكا لازم تسيطر على قارة الوسط، مش من يقول هيك ويتشجع. عرفت كيف يعني؟ انه المسلمين، فبالتالي لازم يعرف هذه. بعدين هذه الديانة الإسلامية هي ديانة حية بإيمانها وإيديولوجياتها، يعني عندها ديناميك مثل ما بنعرف. شفتم كيف بيصلوا المسلمين؟ اجمعهم هودي الخمسة: الديموغرافيا والاقتصاد والوسط والحيوية، بتشوف شو مستقبل القرن 21. يعني هو مستقبل إسلامي سيكون فيه الإسلام على الأقل هو الجهة التي تقابل الولايات المتحدة في النظام العالمي الجديد للقرن 21 وأكثر. الآن كل العالم أنا كتبتها بكتابي استهداف أهل السنة.
المقدمة حطيتها تحت عنوان كل العالم في مواجهة أهل السنة، وحطيت كل الأقليات، وحطيت اليهود وأقليات الشيعية وكل الشيعة، وحطيت المسيحيين بالدول، المسيحية الأرثوذكسية. ما هلا لشو بيعمل علاقات بوتين؟ علاقاته إلها علاقة بهالموضوع كمان. والكاثوليكية، وهون بدي أقول لك هالشغلة، بالكاثوليكية والأنجليكانية والبروتستانتية الأمريكية، كل هؤلاء يخشون الآن من الديموغرافيا السنية، ويحاولون أن يواجهوها من الآن بالطريقة المناسبة، تما بعدش يوصل وقت ويكونوا أخذوا على حين غرة. الصراع السياسي واجه ما أكثر من هيك، لا صراع سياسي ولا صراع حتى ديني، هذا بيسموه صراع وجودي اكزيستانسيال. هذا بيسموه هذه الحرب وجود الجماعة الطائفية أو الدولتية إتاتيك يعني، هذا بيسموه الصراع المصيري ديستان. بأي معنى؟ إسرائيل اليوم مثلا الصراع هذا بالنسبة لها هو صراع مصيري، يعني أو بتضل أو بتلغى أو بتبقى أو بتزول، ما فيش حل تاني. مش إنه بتعمل حرب وبنعمل تفاهم وعبكرة بنعمل هون وبناخد هون، هذا فيه حرب مصيرية. وبالتالي إسرائيل وهي أكثر شيء، وهي الآن أساس ما يحدث في العالم، وهي وراء الحرب القائمة الآن في العالم وفي الشرق الأوسط، لأنه هي أكثر وحدة خايفة على مصيرها. يجري في سوريا والمركز هو نقطة الانطلاق التي يجب أن يبدأ بها لعدة أسباب. أول شيء لأنها هي الأقرب والأخطر بالنسبة لإسرائيل. الأكثرية العربية السنية في سوريا تشكل خطرا مباشرا على مين؟ على إسرائيل، وتشكل خطرا مباشرا على النظام العلوي داخل سوريا، وتقطع الطريق على الهلال الشيعي الذي يجب أن يأتي من إيران ليصل إلى المتوسط. إن 14 مليون عربي سني في سوريا من أصل 18 مليون ونص هم سكان سوريا، يعني 75% يشكلون إذا شئت تهديدا مباشرا للأقليات التي هي أكثر ما تكون في هذه المنطقة. يعني منطقة الشرق الأوسط هي أكبر خزان للأقليات في العالم، فيها 59 أقلية، منها 26 أقلية دينية، و17 أقلية إثنية، و16 أقلية لغوية. هذه الأقليات بعدنا عم نحكي انه بنحكي الطرح انه الاسلام السني الذي يصبح يتكاثر في العالم ويهدد، اول من يهدد الاقليات. ومن هون اول السهام جات عمين على سوريا لضرب الاسلام السني في سوريا وتهجيره من سوريا الى الخارج، وتهجيره من اماكنه في الداخل الى اماكن اخرى. يعني عندك الآن 6 ملايين هجروا إلى الخارج، وعندك في حدود 5 إلى 6 ملايين هجروا في الداخل. كيف؟ بقى لذلك الوثيقة، وثيقة الأمم المتحدة، مؤسسة الأمم المتحدة، هاي الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، شو قايلة؟ مش هلأ، قبل هلأ، بتقول إن الناس يظنون أن المهجرين عادة إنما يهجرون بسبب الحروب. بيصير حرب يهاجر المهاجرون، ولكن يجب أن يعرفوا أنه في كثير من الحالات
هناك مهجرون يهجرون، يكونون مهجرين هم غاية الحرب مش نتيجة لها، ليسوا نتيجة للحرب بل سبب لها. تهجيرهم إلى لبنان وخارج لبنان والأردن وتركيا والدول العربية، تهجيرهم إلى أي مكان. الحرب في سوريا وقعت لتهجير من هجر، فهم سبب للحرب وليسوا نتيجة لها. الذي يريد ذلك ويريد تهجيرهم من سوريا هم يشكلون خطرا على مين؟ علي وعليك بس؟ يشكلون خطرا على إسرائيل وعلى النظام وعلى الأقليات وساعتها فوت لهم جماعة تعمل مشاكل بيسمون الإرهابيين، مش هيك؟ ساعتها بيصيروا كلهم مدموجين بالإرهاب، وبيصير ساعتها عم بيلاقوا سبب لتهجيرهم، لأنه السبب الحقيقي بدهم يخبوه. السبب الحقيقي تهجيرهم لخطرهم على جهات معروفة، وساعتها بنعمل لهم إخراجات وكذا ومنفوت لهم كلمة الإرهاب. نحن المسيحيين مش دورنا نجي نعمل جهة تناكف في السنة، هذا محاولة لاغتيالنا في المستقبل. نحن شغلتنا نساعد السنة على المودرنيزاسيون، على التحسس الحضارة الحديثة، على الثقافة، على كل ما هو تقدمي وحضاري في حياتنا، وكل ما هو حواري وحياة مشتركة بين المسيحية والإسلام وبين الديانتين المسيحية والإسلامية. لازم نكون واضحين وعندنا وعي وفهم إنه نحن ما لازم نفكر إنه لازم نخلي الإسلام يتبنوا المسيحية، ولا لازم الإسلام يفكروا إنه بالحوار المسيحي الإسلامي. هي ميليشيات شيعية أنشئت لأنه كان في أنظمة سنية، أنشئت ميليشيات شيعية وصاروا يقووها ليش؟ يعملوا توازن داخل المجتمع بين السنة والشيعة، لأنه الشيعة كانوا مهمشين في مختلف بلدان المنطقة. ولكن هون بمواجهة إسرائيل سموها المقاومة، أما بالنسبة لغيرها شو بدهم يسموها بالعراق وباليمن؟ ما فين يسموها مقاومة. هذه مقاومات هي ميليشيات شيعية جرت تقويتها، وبالتالي بلبنان يمكن صاروا أقوى من السلطة. ليش؟ لأنه الشيعة حسوا أنهم مهمشين بعيد عن السلطة، لأنهم مهمشون ما فين يكون لهم دور في السلطة إلا أن يكون لهم دور في أمن السلطة. وأمن السلطة خلقوا له الميليشيات، وأول ميليشيات صارت هي الجيوش النظامية للشيعة، وبالتالي أصبح للشيعة دور أساسي في حياة المنطقة وحياة دولها وشعوبها. كلما خرجنا عن منطق الفكر والفكر العلمي بقصد وقعنا في صعوبة. وبيقول ياسين الحافظ اللي هو كاتب سوري إن مشكلة الأقلية، لك التعبير، إن مشكلة الأقلية هي قبل كل شيء مشكلة الأكثرية. يعني أنت كيف بدك تتعاون مع الأكثرية؟ هذا اللي بيحدد مصيرك. شفت كيف؟